السلام عليكم. في هذه الوصفه ديال الرز كلاصي غادي ندير فيها هاد جوج مطيشات اللي طايبين حمرين كما كتشوفوا، بصله وحده، الربيع، وغندير فيها البطاطا الحلوه. ممكن ديروا بطاطا عاديه او اي خضره اخرى بغيتوها، غادي باقي نشرح لكم عليها. هنايا في الكوكوت غندير شويه ديال الربيع، واحد المعلقه ديال زيت المائده. غنكتفي غير بمعلقه كبيره ديال زيت المائده، حيت غندير شويه ديال اللحم اللي فيه الشحمه. نتوما الا ما كانش عندكم اللحم فيه الشحمه ديروا 2 معالق. هنايا كما شفتوا معايا غنضيف واحد معلقه صغيره ديال الكمون حبوب. انا كنفضل ندير الكمون حبوب، هو اللي كيجي في هاد بحال هاد الوصفات، ماشي المطحون. هنايا ضفت هذيك البصله كما شفتوها، ما قطعتهاش، ضفتها هكاك. هاد مطيشه قطعتها على 4، ولكن ما هبطتش المستل لتحت، يعني غير فلحتها كما كيقولوا باش ما تجلاش ليا في الكوكوت. منين طيب ما تجلاش في الكوكوت، حيت ملي كتسد على الكوكوت راه مطيشه كطيب كتذوب. هنايا لا، ما قطعتهاش حتى لتحت، غير ضربتها بالمس في الفوق. هاد الربيع وهاد البطاطا ما غاديش نحتاجهم دابا، طيب ليا هاد المطيشه واللحم. عاد غادي نطيبهم همايا، حيت البطاطا دغيا كطيب هي والرز. ضفت هنايا كما قلت لكم شويه ديال اللحم فيه الشحمه، وعندكم الاختيار في اللحم، راه كديروا اللي بغيتو بالنسبه للحم ولا الدجاج ولا اي حاجه اللي كاينه. غندير شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره. ممكن ديروا الزعفران، ديروا الزعفران ديال الزعفران اللي هذا ماشي ديال الباكيه. غنضيف الماء اللي غادي يقدني باش طيب فيه هاد اللحم، يعني غادي كما كتشوفوا الماء ما غطاش هذيك مطيشه. دابا غنسد على الكوكوت ونخليها طيب واحد هكاك 25 دقيقه، نخليها تصفر 25 دقيقه. غنلقاها طايبه هذيك مطيشه دابت باش ندير فيها لاصوص اللي قلت لكم. هنايا راه طابت مطيشه، وهذاك اللحم حتى هو راه دخلو الطياب، ولكن راه باقي غنطيبو هاد الرز مازال ما كمل. يلا هذه المرحله الاولى. هنايا غنهز واحد الصفايه، لا تشوفوا معايا هنايا هاد الصفايه هي باش غادي ندير هاد الصوص. ندير فيها مطيشه وغنحاول نخرج هذاك الصوص بواحد المعلقه. نحيد هذا وناخذ معلقه. هاد البصله غنحيدها كاع، ما بقيتش محتاجه ليها، صافي طابت وطلقت لينا اللوغو ديالها في الرز. في هاد لاصوص طلقت لينا فيه اللوغو ديالها، يعني غادي نحيدها كاع، ما بقيتش محتاجاها. هنا غنهز واحد المعلقه هي اللي غادي تخرج ليا هاد الصوص. ما نحتاجوش نحكوها ولا يعني ندوزوها في حكاكه ولا هكايا، كتجي اسهل وحتى كتخرج هاد لاصوص بنينه بهاد الطريقه. جربوها. كنبقى المعكها حتى نخرج فيها كامل الصوص اللي فيها. بهاد الطريقه كنزيد لها شويه ديال الماء باش ترطب وتخرج لنا الصوص. صافي حتى نكمل هاد المرحله وغادي نضيف الرز.
هنايا كما قلت لكم اللي بغى يضيف اللفت ولا الجزر خيزو لهاد الوصفه كيخليهم كما درت البطاطا، ما كيقطعوهمش باش ما يغلبش اللوغو ديالهم على الروز، اللوغو ديال الروز ديال الوصفه بقى اللوغو ديال الوصفه ديال الروز. داكشي علاش ما خصناش نقطعوهم كما درت لهاد البطاطا، رميتها هكاك. ولكن بالنسبه اللفت وخيزو ما كيحتاجوا الطياب، يعني كنديروهم في الاول هذيك المرحله الاولى اللي درت انا اللي درت مطيشه والبصله، يعني ماشي كنخليوهم كما درت هنايا، كنخليوهم حتى للتالي. خليتهم حيت البطاطا دغيا كطيب. هنايا نسيت ما درت واحد شويه ديال الهريسه كتجي في هذه الوصفه. هنايا راه طاب الرز صافي، داك الرز اللي درت كلاصي راه طاب، خليته واحد 15 دقيقه طاب. كتعرفوا الرز دغيا كيطيب هو وهذيك البطاطا. هنايا غنضيف واحد هذاك الربيع اللي خليت في الاول، قطعته مزيان وهو راه غير وريقاتو اللي خليت قطعتهم مزيان طرققوا مزيان. غنضيفهم هنايا ملي طاب الروز طفيت عليه صافي، عاد غنضيف هذاك الربيع هو واحد معلقه ديال زيت الزيتون. هادشي هو الاخير اللي غنضيف. وصافي ها الوصفه ديالنا موجوده. هاد الربيع اللي كندير في الاخير راه كيزيد له اللوغو زوين لهاد الوصفات كلهم اللي كانوا كندير. كنفضل انني نخلي هذوك الوريقات ديال الربيع حتى الاخير، كنقطعوهم مزيان رقاق كنضيفوهم لاي وصفه. حتى الزيت العود نفس كنديرها حتى هي في الاخير ملي كنطفي على الحاجه، عاد كندير هذيك معلقه ديال الزيت الزيتون. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم. الا درتوها بهاد الطريقه اللي قلت لكم راه غادي تعجبكم اكيد. فيها واحد المذاق جد جد لذيذ بهذيك الطريقه، حيت ملي كنحيدوا المطيشه قشورها ما كتبقاش تعطينا هذاك اللوغو اللي فيها، يعني بحال الا رمينا النص ديال اللوغو ديالها منين رمينا هذيك المطيشه ملي حيدنا لها القشور. ولكن هاد الطريقه ديما كنديروها راه حتى في الحريره كنديروا هذيك المطيشه كطيب لينا عاد نخرجوا منها لاصوص ديالها. المهم غير جربوا هاد الطرق كلهم راه تلقاوهم زوينين. على الا حكيتي مطيشه مثلا في الحكاكه ما كتجيش بنينه بحال هكايا. صافي الرز ديالنا طاب كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم ان شاء الله، وبصحه وراحه.